السلام عليكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من كتاب مسموع. هناك كتاب لسماحة الشيخ أحمد سلمان بالعراق، نسخة العراقية اسمها الصندوق الأسود، وطبع في مصر تحت اسم عنوان فإن محمداً قد مات. كتاب تاريخي، وكأنك تطلع على أحداث، خلفيات الأحداث أو ما كان يحدث من تفاصيل دقيقة في الأيام الأخيرة لحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحلقة الخاصة تأتي قبل سلسلة مع سماحة الشيخ أحمد سلمان تحت عنوان الإرث أو إسرائيليات في الإرث الإسلامي. نرحب بك سماحة الشيخ. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. الله يحفظكم. كتاب الصندوق الأسود، وابتداء ليش اسمه الصندوق الأسود في العراق وليش في مصر اسمه فإن محمداً قد مات؟ طبعا العنوان الأصلي للكتاب هو الصندوق الأسود. الصندوق الأسود لأحداث وفاة نبي الإسلام. يعرف خلاصة عن المشاهد، يعلم أن الصندوق الأسود هو جهاز يوضع في الطائرة، وعادة ما يحدث في كابينة القائد والمساعد في حال سقوط الطائرة تكون الأسرار والأحداث الأخيرة مخزنة في هذا الصندوق. فإذا لا قدر الله سقطت الطائرة، أول ما يبحث عن الصندوق الأسود لمعرفة الأحداث الأخيرة ما قبل السقوط. وكأنك تقول بأن طائرة الإسلام أحسنت. أنا أعتقد أن الإسلام مني بمصيبة عظيمة، وهي أعظم مصيبة، هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أو بتعبير أدق شهادة النبي صلى الله عليه وآله. وتبع هذا الأمر عدة مختلف عليه أو متفق لا عليه؟ متفق عليه، أن النبي مات شهيدا، متفق على هذا الأمر. قبل ذلك سماحة الشيخ، أنا للأسف لضيق الوقت طلعت على المقدمة فقط. بالاطلاع على مقدمة الكتاب نشعر وكأنه ما حدث ما تنقل بالكتاب سماحتكم نعيش نتائج اليوم بعد 1400 عام، وهذا اللي ردت توصل، يعني إن شاء الله المشاهد الكريم يطلع عليها. أنه هناك ما أريد أقول عوق ولادي حدث، لكن عوق ما بعد وفاة النبي حدث بالنهج الإلهي المرسوم للإسلام. هناك لعب بالإعدادات إن صح التعبير. هو ممكن أن ننطلق من الواقع. طيب. انطلاق عكسي كما يعبر اليوم. هناك الهندسة العكسية. الواقع اليوم متردي للمسلم ومتردي جدا، وهذا الواقع يحتاج إلى تفسير. لماذا تردى وضع المسلمين ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ إذن هناك خلل. أين هذا الخلل؟ عندنا عدة قراءات، وطبعا كلها قابلة للنقاش. التفسير المنطقي الوحيد لما يجري اليوم هو أن الإسلام مني بانحراف منذ الأيام الأولى لفترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، وطبيعي كلما يمتد الزمان يزيد هذا الانحراف. لو قلنا أن الإسلام هو بناء، والبناء بدأ باعوجاج بسيط بالأساس، بالأساس بدأ يكبر. كلما يكبر البناء ويمتد إلى الأعلى يزيد الإعوجاج إلى أن يسقط كل شيء. اليوم نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، وصلنا إلى الحضيض. حضيض اليوم ما يحدث في غزة على مرأى ومسمع من أمة المليار أو المليار ونصف، ولا يتحرك أحد. لا أتوقع أنه يوجد حضيض أكثر من هذا الحضيض. علماء المسلمين سنة وشيعة أرجعوا سبب الاختلاف وسبب الفرقة وسبب كل مصيبة حصلت في الإسلام اليوم إلى صدر الإسلام. أنا سأنقل لك نصين. النص الأول كل علماء المسلمين، ولذلك سأستشهد بأقوال علماء إخواننا أهل السنة والجماعة. طيب تفضل. الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، معروف عند المشاهد، كتاب أشهر من أن يعرف، هو يقول أنه ما سل سيف على قاعدة دينية كما سل على الإمامة. يعني يجعل كل الحروب والنزاعات والدماء التي سفكت في الإسلام
حول موضوع الإمامة. رجعنا الأيام الأولى بعد رسول الله. ابن حجر العسقلاني والنووي ذكر هذه القضية، أن كل مشاكل المسلمين اليوم مردها إلى الشبهات والفتن التي أثارها المنافقون في صدر الإسلام. بعد من هم المنافقون هذه قضية أخرى، لكن بالنهاية الربط بين الماضي والحاضر هذا موجود حتى عند علماء المسلمين. أنا أرجع إلى العنوان الصندوق الأسود. أنا أعتقد أن أحداث وفاة النبي صلى الله عليه وآله صندوق أسود لم يفتح، على الأقل لعامة المسلمين. لم يرد له أن يفتح، لم يرد له أن يفتح. لماذا؟ اليوم بالاستقراء لو تذهب إلى مساجد، وذكرت هذه القضية في المقدمة، تذهب إلى مساجد المسلمين، تذهب إلى مراكزهم العلمية، لما يفتح ملف المولد يذكر بتفاصيله الدقيقة، ولا أظن مشاهد من المسلمين لم يستمع إلى أحاديث المولد التفصيلية بالمناهج الدراسية بالمدارس موجود. أحسنتم. لكن لما نصل إلى أحداث الوفاة والشهادة التي هي المفترض تكون موثقة أكثر من المولد، لأنه لما ولد النبي لم يكن أحد يعرف أن هذا سيكون نبي إلا مثلا عبد المطلب والأسرة الهاشمية. لما استشهد هو كان رسول الله، المفترض أحداث الشهادة موثقة أكثر. نجد أن هناك إرادة حقيقية لمنع الحديث عن أحداث وفاته. إرادة حقيقية من صدر الإسلام، من المنافقين الذين كانوا في صدر الإسلام إلى اليوم. فلذلك أنا رأيت أنه أفضل خدمة أنا أقدمها للقارئ المسلم أو حتى غير المسلم، لأنه كتابي ليس موجه لا للشيعة ولا للسنة فقط، بل للجميع، للبشرية، هو أن أفتح هذا الصندوق الأسود وأتحدث عن الأحداث التفصيلية لشهادة النبي صلى الله عليه وآله. جنابك تحدثت أنه هذه الأيام إيش قد هي إذا هذا الآن الصندوق الأسود، الآن باقي الحديث عن الأيام الأخيرة. أي هذه الأيام إيش قد هي إذا نريد نحصرها بفترة زمنية، يعني شهر؟ لا شهرين. أنا أعتقد أن يعني إرهاصات الصندوق الأسود من متى بدأت؟ بدأت من غزوة تبوك. أنا أعتقد لا يستطيع أحد أن يفهم كيف مات رسول الله وكيف حصل انقلاب مكتمل الأركان بعده ما لم يبدأ من غزوة تبوك. غزوة تبوك أعتقد هي بداية المؤامرة الفعلية، بداية التنفيذ طبعا وليس التخطيط، التخطيط كان قبل. طيب. بداية تنفيذ المؤامرات على الإسلام على النبي وبدء العمل الفعلي لافتكاك السلطة بدأ من غزوة تبوك. والآن قضية مهمة، أول محاولة اغتيال فعلية للنبي صلى الله عليه وآله كانت عند رجوعهم من غزوة تبوك. طيب، قبل أن ندخل بمضمون الكتاب ومتنه، تعتقد جنابك أنه هذه هو المرحلة المناسبة لطرح هكذا موضوع بين مزدوجين من شأنه أن يفرق؟ جميل. أولا هو الموضوع لم أطرحه أنا الآن، الكتاب له الآن بضع سنوات مطبوع، لعله دخل إلى الطبع 2020 وطبع 2021 وهو كتب 2019 قبل الكورونا. الكتاب كتب. أعتقد نعم اليوم الأمة الإسلامية بحاجة إلى أجوبة عن سؤال مهم: لماذا وصلنا إلى هذا الحضيض؟ اليوم أنا أحتك بأطياف العالم الإسلامي على اختلاف المذاهب والجنسيات وعلى اختلاف الأعراق، كلهم يسألون لماذا نحن هكذا؟ لماذا؟ هذا السؤال مشروع. الجواب الذي أنا أقدمه ويجب أن نقدمه ونرفع الصوت به بدون طبعا استفزاز ولا طعن في المقدسات ولا اقتراب من الرموز، أن الإسلام الموجود اليوم هو نسخة محرفة مزيفة من الإسلام المحمدي الأصلي. كل الإسلام؟ لا، الإسلام المتصدر الساحة اليوم، وإلا الإسلام الذي يرضى أن تقدم فروض الطاعة والولاء
في السابق كنا نتحدث عن خصوص ولي الأمر، اليوم نتنياهو أصبحت تقدم له فروض الطاعة والولاء. من يقول أن هذا إسلام؟ الأمة اليوم أصبحت أقرب ما يكون لسماع الحقيقة. عندنا مشكلة بكلمة الأمة سماحة الشيخ. أي أمة؟ لا، الأمة الإسلامية أمة النبي صلى الله عليه وآله، كل من يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله اليوم هو مستعد. مهما على شأنه. نتحدث اليوم عن اللحظة التاريخية التي لا بد أن تعرف الأمة فيها الحقيقة بما لا يضر وحدتها وعملها المشترك الحقيقة راح تضر وحدتها في التصدي لهذا العدو الصهيوني. الحقيقة راح تضر وحدتها. هذا لا، اليوم وحدتها إذا لم توحدها قضية غزة وحدت إلى حد ما رغم ولكن عندنا شريحة كبيرة نعم هي منسجمة ومتناغمة مع الدعاية الصهيونية. طيب. هذه الفئة المتناغمة مع الدعاية الصهيونية هي التي لن تقبل هذه الحقيقة التي هي أصلا أصبحت منشقة وواضحة الانشقاق. باقي الأمة التي جعلت قضية غزة محور حياتها ومحور اهتمامها في السنة على الأقل الماضية، أعتقد أنها مستعدة. ولذلك رأينا في أدبيات المقاومة حتى السنية كحماس اليوم بدأت رمزية أهل البيت ترجع. سنوار قالها فلتكن كربلاء. من الواضح أنه أصبحت قدوة أهل البيت حاضرة عندهم، فلذلك نتحدث عن لحظة تاريخية في الأمة. وأرى أنه من باب الأخوة الإسلامية أن نصارحهم بالحقيقة. هذا الخذلان الذي تواجهه هذه الأمة هو من ذاك الخذلان الذي واجهه علي وفاطمة والحسن والحسين وقبلهم رسول الله، لأن رسول الله خذل في آخر حياته خذلانا عظيما. خذل كأنه كان مغلوب على أمره. نعم، نستطيع أن نقول أن المخطط الذي حصل، معذرة عن بعض المصطلحات القاسية قد نتحدث، نعم لكن هي قاسية، هي قراءة تاريخية. يعني أعطيك حادثة يعني لما تاريخية. أقول أن رسول الله كان مغلوب على أمره ربما المصطلح قاسي لعل ممكن، لكن يعبر. نأتي إلى حادثة تاريخية من الكتاب. لا، هي حادثة مجمع عليها. طيب. حادثة رزية الخميس. رسول الله قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الرسول مريض على فراش الموت، احتضر، والأمة تعلم بهذا، ويطلب أن يكتب وصية. هذه الوصية هي التي ستعصم الأمة من الضلال. ماذا فعل؟ اختلفوا. قسم من المسلمين طلبوا أن تقدم له الورقة والقلم، الدوات والكتف، ولكن حزب موجود وحاضر رفض هذا الشيء. الروايات تعبر كالتالي: فكرهنا ذلك أشد الكراهة، فخالفه فلان حتى رفضها. والتعبير الأقسى إن الرسول يهجر أو ما له أهجر، حسبنا كتاب الله. أليس هذا ما ذكرت؟ لا أريد أن أعيد تكرار ما أريد أفتح هواي تفاصيل بهذا. أليس هذا هو ما ذكرت؟ يعني زعيم أمة يريد أن ينفذ قرار، لما يأتي إلى وقت إصدار هذا القرار يمنع. ولذلك أنا في هذا الكتاب ركزت على فكرة أن السلطة خرجت من يد رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم الخميس وليس السقيفة. أعتقد أن القوم قاموا بانقلاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله. بكم هي هذه؟ نتحدث أيام. الخميس يوم الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. نتحدث خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين. هذه الأيام عمليا الحزب المعارض أخذوا السلطة. سيسأل المشاهد أين علي وأين أهل البيت وأين الصحابة المخلصين؟ علي ومن معه كانوا بصدد تمريض رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيما بعد في دفنه. مقنعة. هذا الواقع. خلينا نكون واقعيين. نحن غير مطالبين بالإقناع، لكن هذا واقع تاريخي. أن يكون النبي يحتضر
ويعلم الحزب الموالي للنبي بأنه هناك مؤامرة تطبخ في خضم 4 أيام فقط. يعني الفترة الزمنية هذه تحتاج لسرعة حركة. ينشغلون بتمريض النبي أم بمحاولة عمل مجابه لهذه المؤامرة؟ أولا وسؤال الأداء، يقينا النبي صلى الله عليه وآله أولى. هل تريد منهم أن يفعلوا؟ وهذا كان جواب الإمام علي عليه السلام لما اعترض عليه: لماذا لم تتحرك؟ قال: ويلكم، أترك رسول الله مسجى بغير تغسيل ولا تكفين وأذهب وأنازع القوم؟ تخيل المشهد، لو ترك رسول الله يموت في بيته ويبقى بغير تغسيل ولا تكفين والإمام علي يذهب وينازع القوم، هذا مقبول؟ لا يقبل بهذا مسلم. العجيب أن القوم من برر للحزب الآخر يعترفون أنهم ذهبوا وتنازعوا عن الخلافة في السقيفة والنبي صلى الله عليه وآله لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن بعد. لكن ما هو تبريرهم؟ يقولون هؤلاء لحرصهم على الإمامة لأنها من واجبات الدين وبها يحفظ الإسلام فقدموها على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب. والمشاهد على هو الذي سيسأل: إذا كانت الإمامة بهذه الأهمية لماذا رسول الله لم يتحدث عنها؟ لماذا ترك الأمة سدى؟ وهل المعقول رسول الله يتحدث عن قضايا الاستنجاء والقضايا الجزئية في حياتنا الشخصية ولا يتحدث عن مستقبل الإسلام؟ قد يسأل سؤال آخر، وأنه لماذا النبي بعد 23 عام من الدعوة يحتاج لورقة كي يكتب وصية أخيرة بدقائق؟ النبي منذ صدر الإسلام تحدث عن مستقبل الإسلام من مكة، بل من الأيام الأولى للبعثة في مكة، يعني في سنوات البعثة الدعوة السرية. النبي جمع بني هاشم وأخبرهم بالإسلام، ثم أخذ بيد علي، قالت الجملة المعروفة: من يؤازرني في هذا الأمر ويكون خليفتي من بعدي. فلما أجابه علي قال: هذا خليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الكلام في حياة أبي طالب. وبعدها مواقف كثيرة النبي نص على إمامة علي. هذه الحادثة أنا أعتبرها قضية رزية الخميس، كان الغرض منها فضح القوم، إقامة الحجة على القوم، لأن التنصيب الفعلي والعملي لأمير المؤمنين، بل نتحدث عن نقل السلطة، حصل في الغدير. طيب. الغدير هو نقل السلطة الفعلي، أما هذه كان لفضح القوم وإقامة الحجة على الناس. ما نختلف على مصطلح السلطة سماحة الشيخ؟ لا نختلف، على اعتبار وجود النبي ما كان سلطة بمفاهيم الدولة بزمن الحالي يعني. لا أعتقد أن النبي أسس دولة بالمفاهيم الحالية. طيب. ودولة كانت تقوم على مفهوم المواطنة ومفهوم الفصل بين السلطات الثلاث وغيرها من المفاهيم التي نظن أنها وليدة الثورة الفرنسية وفلسفة التنوير، وهذا تحتاج حلقة أخرى طبعا. طيب. القضية نعود أرجع إلى فإن محمدا قد مات. الآن نحن تحدثنا عن الصندوق الأسود فقط. ليش تحول العنوان في مصر من الصندوق جميل. الأسود إلى فإن محمدا قد مات؟ هو الكتاب تأليفه له قصة، لم يكن ببالي أن أؤلف هذا الكتاب أصلا. نسمع. كنت أتجول في معرض الكتاب بجدة في سنة 2018، فدخلت إلى دار نشر مصرية لغرض شراء كتاب، كان كتاب قيم، فبدأت أتحدث مع الإخوة الذين كانوا معي حول قيمة هذا الكتاب. صاحب الدار سمعني فسألني عن مؤلفة تونسية كتبت فيما يرتبط بأيام رسول الله الأخيرة، هي مؤلفة اسمها هالة الوردي، كتبت كتاب باللغة الفرنسية لديرنيي جور دو بروفيت محمد، الأيام الأخيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتحدثت عن رأيي في هذا الكتاب. ظاهر الأمر أن الرجل كان يعرفني، يعرف هويتي رغم أني كنت متنكرا، فقال لي: لو كتبت أنت كتابا في هذا الموضوع سيكون أفضل، لأن هذه المرأة مع احترامنا لها طبعا ليست لها منهجية تاريخية واضحة في الكتاب. فأنا سألته: على أي أساس حكمت بهذه القضية؟
قال أنا اطلعت على كتابك حول الزهراء عليه السلام، عندي كتاب فاطمة الزهراء أحداث ما بعد رحيل الخاتم. فقال لي لو تكتب أنت كتاب في أحداث رحيل الخاتم سيكون أفضل من هذا. طيب. فهنا أنا يعني أردت واقعا أن أتهرب من القضية. قلت له المشكلة لو كتبت هل أنتم تقرؤون وهل أنتم تطبعون؟ المشكلة أن الكتاب الشيعي محاصر، وهذه الفكرة الموجودة حتى عند المشاهدين وحتى في مؤسساتنا العلمية البحثية أن الكتاب الشيعي محاصر. هذا الرجل هو موجود الآن حي يعني أجابني بجواب أعتبره، نعم تحية له. لماذا تحية له؟ لهذه القضية أعتبره غير حياتي، يعني نظرتي للتبليغ الديني تغيرت بعد هذا اللقاء لصاحب هذه الدار النشر. قال لي المشكلة فيكم أنتم الشيعة. عجيب. أنا ظننت أنه سيفتح قضية علمية مثلا، أنا بعد لبست لامة حربي وأخرجت سيفي. قال المشكلة فيكم الشيعة. ليش؟ قال أنتم تكتبون لأنفسكم وتطبعون لأنفسكم وتسوقون الكتاب في مجتمعاتكم ثم تبكون وتلطمون وتقولون لماذا الطرف الآخر لا يقرأ. أنا وقفت في جزئية كبيرة. صحيح، كلام صحيح. قال لغة الكتابة عندكم لغة خاصة، أدبيات الكتابة أدبيات خاصة شيعية خاصة، تطبعون في مناطقكم العراق، إيران، لبنان، ولا تسوقون الكتاب في المعارض. قلت له كيف؟ أعطيني يعني كيف؟ قال في مصر في الستينات السبعينات كتب محمد جواد مغنية كانت في كل مكان في مصر، وهو كاتب شيعي وكل المصريين يعرفون أنه شيعي، ولكن لا تخلو مكتبة من كتب مغنية، وكان يسمى مغنية يعني المصريين، قصة معروفة حوله. قال فيما بعد محمد باقر الصدر كتبه تشهد في كل مكان. لماذا؟ لأنه لم يكتب للشيعة، وكتبه أصلا ليس المخاطب بها الداخل الشيعي. أنا وقفت مع نفسي وقفة صحيح، نحن حتى الخطابة الحسينية المخاطب بها المنبر يعتبر هو ركن التبليغ الشيعي، مخاطب بها الشيعة. لو يأتي غير شيعي لا يستفيد من المنبر، فضلا عن غير المسلم. كتاباتنا، محاضراتنا، دوراتنا، مؤسساتنا البحثية، واقعا الرجل تشخيصه دقيق. إلا التاريخ هذا ما أريد أدخل بتفسيره أنه نعم. دائما تضييق السلطات وغير هذا التاريخ. أنا الواقع يعني اكتشفت أن ما يقوله صحيح. فقررت حتى كتابي أنا كتاب الزهراء هو كتاب للداخل الشيعي، كنت ناظر بالدرجة الأولى للإثارات في الداخل الشيعي، فأنا أردت أن أتملص من المسؤولية. قلت له جيد، لو كتبت أنا كتابا بالمواصفات التي ذكرتها، يعني لا أستعمل اللغة الشيعية ويكون المخاطب غير الشيعي مطلق القارئ، هل تطبع لي الكتاب وأنت دار نشر مصرية سنية؟ قال نعم أطبع، بس بشرط، وهي أن أمامك مهلة 30 يوما، شهر، 30 يوم فقط، شهر. فالظاهر هو أراد أن يتملص. بعد أنا الفكرة يعني وقعت في قلبي موقعا، أجرب، وبالفعل رجعت من المعرض بعد يومين وقلت له سأبدأ من الآن، وتفرغت 28 يوم لا أخرج عمليا من البيت، تقريبا أجلس على الجهاز من 11 إلى 16 ساعة يوميا للكتابة، لا نكتب. وبعد 28 يوم الهيكلية العامة للكتاب اكتملت، أرسلت له كتاب اكتمل، ثم بدأت بعملية المؤلفة. في اليوم 35 عمليا الكتاب انتهى بالكامل. جيد. قلت له الكتاب جاهز. قال كم؟ وظن كتيب. قلت له الكتاب أكثر من 300 صفحة. معقولة؟ في شهر 300 صفحة؟ قال ارسل الكتاب. طلع على المقدمة وتصفح الكتاب، وجد أن الكتاب دسم، وزعه على مجموعة من القراء في العالم العربي. طبعا هذه الأشياء لأول مرة أقصها، يعني هذا سبق لك. طيب شكرا. بعد فترة اتصل عليه قال للضرورة القصوى نريد أن نتكلم. تحدث معه قال هذا كتاب كل من قرأه قال أنه
خطير 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 خطير، ومن شأنه أن يزلزل العالم الإسلامي. قلت له هذه بدايات التراجع. لا، قال أنا على وعدي، بالعكس خطير، أنا أحب المجازفة وأحب الخطر، وأنا أريد أن أطبع هذا الكتاب، لكن لا أستطيع أن أقوم بعملية التنسيق والصف في المطبعة عندي. كان ذيك الفترة لا زالت قضية الإخوان متحركة. قال ممكن واحد من الإخوان يحرق لي المطبعة، والحل أعطى الكتاب لشخص مسيحي يطبع مسيحي للصف والتنسيق. هذا المسيحي أصبح يسأل عن الإسلام من الكتاب. قال هذه قراءة أخرى مختلفة جديد. على كل حال، بعد أن انتهى تنسيق الكتاب سنتان الكتاب في الثلاجة لا يريد طباعته. نكمل بعد الفاصل إذا تفضل. تسمح. أحبة المشاهدين، فاصل قصير ولا نعود؟ حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين. نرحب بسماحة الشيخ مجددا، حياكم الله. الكتاب بقي سنتين في الثلاجة. في الثلاجة، والرجل لا يرد على اتصالاتي ولا شيء، إلى أن التقيت به صدفة بعد السنة الأولى في الكويت، معهد الكويت، كان سنة 2019. أين الكتاب؟ قال أين لا، الوعد؟ يحتاج أن ننتظر قليلا. جاءت الكورونا، تذرع بالكورونا. فآخر الكورونا، آخر 2020، هددته: أنت بين خيارين، إما تطبع الكتاب أو أنا سأتولى طباعته في أي مكان آخر. قال لا، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة لابد أن يطبع الكتاب. أنا عندي شرط. قال لا. ما هو؟ قال أغير عنوان الكتاب. الصندوق الأسود خطأ، اختر عنوانا. قال فإن محمدا قد مات. عنوان هذه جاذب. الكلمة هي لمن؟ لا، هي الكلمة، لا، عنوان جاذب بالعالم السني. أحسنت، لأن الكلمة هي للخليفة الأول: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهي الكلمة للخليفة الأول، والتي بها هو أخذ شرعية لحكمه، والكتاب من أوله لآخره يضرب في شرعية الخليفة الأول. قلت له عادي. ومن المفارقات، هذا الكتاب أول معرض نزل فيه هو معرض الرياض، كلها غريب هذا الكتاب. لسنة 2021. يعني السلطات والعجيب ما كانت مطلعة على التفاصيل. بالعكس، لأنهم يقرؤون العنوان: فإن محمدا قد مات. يعني هذا الكتاب، أنا سأرجع إلى محتوى الكتاب، ولعله اليوم الثاني أو الثالث كان الأكثر مبيعا في المعرض. العجيب في الكتاب، أنا فيما بعد لما قرأته تعجبت، وأنا اللي كتبته. الكتاب ليست له هوية مذهبية، يستحيل لما تقرأ الكتاب تعرف أن الكاتب شيعي. لا، الشيعي إذا يقرأ يعرف أن الكاتب شيعي. يميل النتائج نفسها، لكن الأدبيات، بل يستحيل أن تعرف أن كاتب الكتاب مسلم. هو كتاب تاريخي محض. طيب نسمع. ليس له لا هوية دينية ولا مذهبية. حتى القرآن عندما استدللت به في هذا الكتاب، استدللت به من جهة أنه وثيقة تاريخية تحكي لنا أحداث القرن الأول. خلنا نحكي أحداث الأيام الأخيرة. نعم، من أين تريد أن نبدأ؟ من الرزية. تتحدث جنابك. الرزية هي نتيجة إلى مخطط كبير. طيب خلي أسأل مجموعة حصل أسئلة منذ فتح مكة. خلي أسأل مجموعة أسئلة. نعم، وخذ أنت جنابك الجواب. هناك رأي يقول بأنه كانت هناك قوات مسلحة على أسوار المدينة. صحيح. خارجية من خارج الأمة. تريد جواب الآن؟ لا كلها نحكي. رأي آخر يقول بأن هناك التفاف داخلي حصل بتشجيع من الأمويين بأموالهم ودعمهم من أجل صناعة الانحراف اللي تحدث به جنابك. ورأي آخر يقول بأن علي بن أبي طالب لم يتحرك بما يكفي ولم يبذل الجهد الكافي لاستحصال حقه. جميل. أنا أعتقد ما حصل في الأيام الأخيرة هو وليد حزب معارض. هذا الحزب ركنه الركين مجموعة من القرشيين، قريش التي ضاع مجدها وضاع حكمها وضاعت سلطتها، مع قلة قليلة من الأنصار.
وليس العكس. الرواية التاريخية تقول المنافقون من الأنصار والقرشيون لا يوجد فيهم منافق، والعكس صحيح. الحزب المعارض يستدلون على أن سورة المنافقين نزلت بالمدينة، ولكن سورة المدثر وسورة العنكبوت التي نزلت في بداية البعثة تحدثت عن منافقين في مكة. جيد. هذا الحزب المسلم، يعني الذين تدثروا بالإسلام، جزء المسلم من الحزب المعارض، الجزء المسلم من الحزب، أعتقد هؤلاء استعانوا بالروم، الدولة البيزنطية المسيحية، واستعانوا باليهود. الاستعانة بالروم كانت عن طريق رجل يلقب في التراث الإسلامي أبو عامر الفاسق، هو أبو عامر الراهب. كان راهبا مسيحيا وكان يستعد لإعلان نبوته، ثم النبي صلى الله عليه وآله لما سيطر على المدينة خرج وذهب إلى الروم، وكان هذا الرجل هو عنصر الارتباط بين الحزب القرشي وبين الدولة البيزنطية. وقضية تبوك هي مؤامرة اجتمع فيها، أول مؤامرة يشترك فيها الروم والمنافقون من المدينة، الحزب المعارض. عنصر الارتباط بينهم كان أبو عامر الراهب الفاسق. طيب. والمتولي عنصر الاتصالات في جانب الوسط الإسلامي في الداخل الإسلامي هو أبو سفيان. هذا بالنسبة إلى هذا الحزب. قطب الراحة بالداخل. نعم، هو قطب الراحة، هو العقل المدبر الفعلي لهذه القضية. اليهود هم تقريبا الجهة الأقوى ولكنها الأكثر خفية، يعني لم يكن لهم تصدي واضح في الساحة، ولكن كانوا يديرون المشهد من خلف الكواليس. ولذلك محل الشاهد بذلك، أعطيك شاهد، قضية مسجد ضرار التي هي تزامنت مع قضية تبوك، ومسجد ضرار هدمه النبي بعد رجوعه من غزوة تبوك. الاجتماع الذي حصل لأجل بناء مسجد ضرار، الجلسة التي منها نبعت فكرة مسجد ضرار، حصلت في بيت يهودي في المدينة، والمجتمعون كانوا مسلمين. هذا متفق عليه. نعم، صعد سيرة بن هشام وغيره تذكر هذه القضية. جيد. لماذا اجتمعوا في بيت يهودي؟ ومن هو إلا هذا رجل لعله حريث اسمه أو سويق، أنا الاسم الدقيق لا يحضرني. يقينا تاجر. طبعا كان يرش أموال. المال اليهودي كان حاضرا بقوة. طبعا اليهود لهم ثارات كبيرة مع النبي صلى الله عليه وآله. شنو مشكلتهم مع النبي؟ مشكلتهم أولا أنه نبي، وهذه تحتاج إلى حلقة مستقلة راح نجيها بعدين. هو مشكلتهم أنه نبي، المشكلة الفعلية أنه نبي. ثم الحروب التي حصلت جعلت دافع الثأر يحصل شيئا فشيئا، بعد قضية بني النضير وبني قريظة وقضية خيبر، وإلى اليوم مثل إيدي كوهن ينادي يا لثارات مرحب ويا لثارات خيبر، رجل صريح. فاليهود كان عندهم الانتقام من النبي أنه نبي، والانتقام من جهة أنه أبادهم لما فعلوه. طيب. طبعا نعود للاجتماع. فعندنا مؤامرة من المنافقين المسلمين ومن الروم بالاستعانة بالروم وباليهود. طيب، هذه كلها كانت مقدمات لانقلاب. طيب، الانقلاب لم يكن ينظر فيه أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الفكرة كانت قتل النبي. نتحدث في حياة النبي. في حياة النبي. وكتبت وثيقة في هذا، وثيقة وتعاهدوا في جوف الكعبة القرشيين على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وأن ينزعوا سلطانه من أهل بيته. هذا الاتفاق. الفكرة لم يكن أنهم ينتظرون وفاة النبي صلى الله عليه وآله ثم فيما بعد يأخذون الحكم، لا، الفكرة قتل النبي صلى الله عليه وآله وانتزاع الحكم. ولذلك تعرض النبي لمحاولات اغتيال. اسمح لي، إيراد لجرأة كبيرة جدا.
جميل. نبي بهذا المد الجارف يسيطر على القلوب وعلى الأراضي والبحار، تجي مجموعة صغيرة بجوف الكعبة لازم عندهم فالدعم امتداده ما أدري وهذه يصل إلى دولة الصين. قلنا دولة بيزنطية حاضرة وداعمة. الدولة البيزنطية كانت مستعدة لهذا الشيء ومتضررة من النبي واليهود. أنا أعطيك مشهد، طيب مشهد يثبت هذا التآمر. قضية تبوك أنا أعتبرها هي البداية الفاضحة لهذه القضية. قضية تبوك تبدأ بوصول معلومة استخباراتية للمدينة أن البيزنطيين الروم جمعوا جيشا في تبوك ويريدون اقتحام المدينة. خرج النبي وأعلن التعبئة العامة وبدأ المسلمون في الاجتماع. وعين النبي خليفة على المدينة، شخص محمد بن سلمة أو بن مسلمة هو في المدينة. لما أراد النبي أو بدأ يقترب موعد التحرك بدأت مجموعات من هذا الجيش تتخلف، وكل بسبب جيش تبوك. هذا نتحدث الآن في السنة 7 8 في هذا الوقت. بدأوا يتخلفون شيئا فشيئا عن المسير معنا، وكل جاء بعذر. والجيش الوحيد الذي نزل لعن ووعيد في حق المتخلفين فيه هو جيش تبوك في سورة التوبة، سورة براءة. إلى أن انسحبت مجموعة كبيرة. فكرة هذه المجموعة ما هي كانت؟ أنه النبي يتحرك، هم يرجعون للمدينة، وخليفة النبي في المدينة كان إنسان ضعيف، ينقلبون عليه ويسيطرون على المدينة. النبي يذهب لقتال الروم، تبوك نتحدث عن مئات الكيلومترات، تكون المدينة قد سقطت. وهل يوجد جيش روماني؟ لا يوجد، هي كذبة استخباراتية وليست معلومة حقيقية، إشاعة. فيذهب النبي، طريق الذهاب والإياب يسمح للسيطرة على المدينة ويسمح بإرسال رسول إلى الروم ليستعدوا. لما يرجع النبي للمدينة يجدها سقطت، يتحرك الجيش الروماني من تبوك، أحسنت، من الدولة البيزنطية، تحدث سوريا، فيصبح الجيش الإسلامي بين من سيطر على المدينة وبين الروم القادمين وبين الروم، يتم الإطباق على النبي. النبي كان يعلم من البداية بأن القضية خطة. ماذا فعل؟ لما تحرك الجيش والجماعة أيقنوا أنهم انتصروا، قام بعزل الوالي في المدينة وأرجع من؟ علي بن أبي طالب للمدينة. الغزوة الوحيدة التي تخلف فيها علي عن النبي، وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يعني هناك انقلاب سيحصل، إلا أنه لا نبي بعد. هذا السياق الحديث من سياقات الحديث، تكرر في أكثر من مورد. لما رجع أمير المؤمنين للمدينة، وطبعا صدرت إشاعة أنه خلفه في النساء والأطفال، رجع للمدينة، القوم علموا أن النبي فضحهم، وإلا لماذا يترك عليا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ انكشفوا هؤلاء، انكشفوا. فمنع الانكشاف ماذا فعلوا؟ رجعوا وخرجوا في الجيش. هنا هذا الجيش، الطرف الإسلامي السني يسميه جيش العسرة، وهو جيش ممدوح. هذا الجيش ذهب إلى تبوك، لم يجد جيشا بيزنطيا فرجع. القوم علموا أن النبي إذا رجع للمدينة سيفضحهم. ماذا فعلوا؟ انتقلوا من الخطة ألف السيطرة على المدينة إلى الخطة باء، وهي قتل النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك أول محاولة اغتيال تحصل للنبي صلى الله عليه وآله من المسلمين لا من غيرهم هي محاولة اغتياله في تبوك. أرادوا أن يسقطوه من أعلى العقبة فيموت ميتة عادية وتنتهي القضية. وهذه قضية 12 الذين حاولوا اغتياله. هنا تبدأ المؤامرة وتبدأ المشكلة الحقيقية في اختراق الوسط الإسلامي. وفي هذه نزلت طبعا سورة براءة. هذا الاختراق طبعا هنا أقاطعك واعذرني. تفضل. تحدثنا عن إرادة إخفاء أحداث وفاة النبي. المسلمون تحدثوا عن نعل النبي، تحدثوا عن بغلة النبي،
تحدثوا عن ناقة النبي. البخاري سيرة ابن هشام، البخاري أهم مصدر حديثي، سيرة ابن هشام أهم مصدر للسيرة اليوم. نعل النبي وصفه، اسم حمار النبي واسم ناقة النبي ذكرها، ولكن لم يتطرق ولو بمقدار أنملة عن محاولة اغتيال النبي وقتل النبي. إن لم يتحدث أحد عن محاولة اغتيال النبي وعن الأيام الأخيرة بتفصيل، فمن أين جاء الشيخ أحمد سلمان بمصادره؟ لا موجودة، مثلا البخاري لم يتحدث، لكن جنابك مسلم تقول موجودة ومتفق عليها. ومتفق عليه، لأنه مسلم في صحيحه تعرض لهذه القضية. البخاري لأنه كان أقرب للسلطة فأقصى هذه القضية بالكامل. مسلم في صحيحه تعرض لها، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وهؤلاء أيضا حاولوا اغتيال النبي مرة ثانية في قضية بعد طيب، قضية في نهاية الغدير. هذه الحلقة ومن يريد أن يكمل التفاصيل عليه بأن يقرأ الكتاب. ضعنا في صورة الساعات الأخيرة من حياة النبي، صورة المدينة كيف كانت؟ المدينة بالسقيفة، بأسوار المدينة كيف كانت؟ احتلت بمجرد أن مرض النبي صلى الله عليه وآله واعتزل الناس. خرج رجل لم يكن موجودا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعطى إشارة الانطلاق، فدخلت جماعات من الأعراب من قبيلة بني أسلم، دخلوا في شكل تجار أو بدو يريدون التسوق من المدينة ليمتاروا. بمجرد أن علموا بوفاة رسول الله ائتزروا بالأزر الصنعانية وحملوا السيوف والأخشاب، وامتلأت بهم أزقة المدينة. لما ظهر أو صدر أو انتشر خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، عمليا فرض حظر تجول في المدينة، وكان كل شخص يتحرك يضرب بالأخشاب ويحمل إلى السقيفة ليبايع الخليفة الأول. ولذلك نص يرويه حتى السنة على لسان عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، يقول: لم أتيقن النصر حتى رأيت بني أسلم دخلوا المدينة. نصر حرب، يعني حرب، هو يصرح أنه نصر. فلذلك الأحداث الأخيرة لوفاة رسول الله أعتقد أنها من المهم أن يقرأها كل مسلم. وقضية الهجوم على الدار بما أننا في الأيام الفاطمية وغيرها هي نتائج لهذا التحرك الذي حصل. منفذي الانقلاب نفسهم صح اسمي انقلاب باعتبار نصر يقينا انقلاب، ثورة، انقلاب مكتمل الأركان، ولعل نحتاج إلى حلقة في بيان أنه انقلاب مكتمل الأركان. الخليفة الثاني كان يرفض على أي أحد أن يتحدث بوفاة النبي طبعا، لأن الإعلان الرسمي لوفاة الحاكم السابق، سنتحدث بمصطلحات سياسية، لا بد أن يتلوه مباشرة إعلان عن الخليفة الجديد، الحاكم الجديد. فهناك رمزية للمعلن. الخليفة الثاني استغل هذه القضية، أولا بث الشبهة أن النبي لم يمت من باب فرق تسد، لكي لا يفكر الناس في موضوع من بعده، مثلا يبادر لبيعة علي تبعا لبيعة الغدير، وهذه سياسة فرق تسد. من جهة أخرى كان لإعطاء الوقت لرجوع الخليفة الأول أبو بكر، لأنه كان خارج المدينة. قالوا أنه ذهب لزوجته، عنده زوجة خارج المدينة ذهب لها. النبي مريض يحتضر وهو صديقه الصدوق، ترك رسول الله وذهب لزوجته في منطقة معروفة، فانتظره ليرجع ليتولى هو الإعلان الرسمي، فيكون لهذا الإعلان رمزية أن هذا الذي أعلن هو الخليفة الذي يليه. الآن جنابك تذكرت القائمين على الانقلاب مسلمون، الميليشيات التي دخلت إلى المدينة أعراب وممن حولهم أعراب مسلمون، ولكن العرب أشد كفرا ونفاقا. اللي اتفقوا من أجل اغتيال النبي مسلمين. فأين دور الروم واليهود بهذه المشهدية بالأيام هم الأخيرة؟ الداعمون، لا، الحديث أن هناك جيوش. لا، الجيوش لم تتدخل، لا، الأيادي التي نفذت هي أيادي عربية مسلمة. نأتي للسؤال الذي يسأل الكثير من أنفسنا أهل السنة والجماعة، وين كان دور الإمام علي بهذا كله؟ جيد، هذه قضية مهمة قرآنية. يعني كان يفترض أن هناك جيش مقابل. مبدأ جيد. نبدأ بالمبدأ القرآني. الخليفة
الشرعي الإلهي هو لا يحث الناس، لا يحمل الناس على طاعته، هو يؤتى ولا يأتي، وليس زعيم سياسي، هو الله أمر بطاعته. لذلك إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. هل إبراهيم ذهب وفرض طاعته على الناس؟ لا، تكليف الناس أن يبايعوا إبراهيم. إني جاعل في الأرض خليفة. هل آدم ذهب وفرض طاعته على باقي الناس؟ لا، وغيره. فمن جهة الناس كانوا مطالبين ببيعة علي عليه السلام، لكن هناك جزئية تاريخية مهمة تفضل. لا بد أن لا يغفل عنها، وهي أن خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أهل المدينة، المسلمون الصالحون الذين لم يلوثوا بهذا الانقلاب أصلا لم يكونوا في المدينة. وين كان؟ كانوا خارج المدينة في مكان يقال له الجرف، لأن النبي في اللحظات الأخيرة قام بإعلان التعبئة العامة لقتال الروم وأنفذ جيش أسامة. حتى أسامة بن زيد لم يعلم بموت رسول الله إلا بعد أن تولى الخليفة، ولذلك أسامة هذا من أعظم المواقف للإمام علي عليه السلام، أعتبره هذا قمة الشرف. لما دخل أسامة للمدينة بعد الأحداث وتفاجأ النبي مات وهذا أصبح خليفة وفعل بك كذا وكذا، قال أعطني الإذن يا أمير المؤمنين أنا أرجع إلى المدينة وبتعبيرنا أصفيها. موقف العلي قال لا أكون أول من غير سنة رسول الله، هذا اللواء عقده رسول الله لتقاتل الروم، فلا أجعله سيفا على العرب. بالدقائق الأخيرة من هذه الحلقة الخاصة ونحن بالأيام الفاطمية، ماذا سينتفع الأمة من هذه الحلقة ومن الكتاب؟ مهم جدا نرجع إلى معرفة أصول الغدر والخيانة والخذلان. من خذل عليا سلام الله عليه قبل 1400 سنة لا ينتظر منه أن ينصر غزة، لا ينتظر منه أن ينصر غزة، طيب. إنما سيخذل غزة. ولذلك نرى أن من نصر علي ومن سار على نهج علي اليوم هو الذي ينصر غزة وينصر فلسطين وينصر كل قضايا المسلمين. هذا النصر من ذاك النصر، وهذا الخذلان من ذاك الخذلان، وعلى المسلم أن يختار. لذلك قلنا لا بد أن نقول الحقيقة. أكو ربط بين بني إسرائيل ومن يرفض أو من يخذل غزة اليوم؟ طبعا، لأن النسخة المزيفة من الإسلام التي تحدثنا عنها لبني إسرائيل يد طولة في صياغته، يد طولة، لا نتحدث عن يد أو مشاركة بسيطة، لا، يد طولة في صياغته. فلذلك قعدت حتى ندخل ولذلك الزهراء، نختم بما قالته الزهراء لما حصلت هذه الأحداث. من جهة قالت لم يترك لكم أبي رسول الله بعد يوم الغدير عذرا، وقالت خاطبتنا وخاطبت الأمة الإسلامية، وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. تالون إحنا ونحن علمنا اليوم مع هذه الأحداث، علمنا بما جرى، سيعلم التالون وعلمنا. لذلك أرجع وأقول هذا النصر الذي حصل لغزة من الشيعة هو من ذلك النصر. طيب. وهذا الخذلان الذي حصل من أمة المليارات من ذاك الخذلان. يعني حتى من نفتح الحوار بشكل أوسع، بعض يقول بأن هذا الخذلان من السلطات اللي تحكم أمة المليارات وليس من الناس. شرعية السلطة هذه من أين جاءت؟ من أين؟ من البناء الذي بني من السقيف. هذا واقع. على أي أساس نعتبر هذا ولي أمر شرعي؟ مبايع من الناس. من الذي يعطي الشرعية للمبايعة؟ هي هذا البناء المرتبط بالسقيفة. نعم، رجعنا إلى البناء الذي تأسس في السقيفة، لأنه في الفقه السياسي السني شرعية الحاكم إما مثلا ببيعة اثنين يستدلون ببيعة أبي بكر، أو بتنصيب اللاحق يستدلون ببيعة عمر، أو بشورى أهل الحل والعقد يستدلون ببيعة عثمان،
هو تفصيل القضية. رجعنا إلى البناء الذي حصل من ذلك الوقت. طيب هذا يفتح أمامنا الباب لسلسلة من الحلقات للإرث الإسرائيلي أو الإسرائيليات في الإرث الإسلامي. وجاءت الفكرة من بعض الأحاديث لعلماء الدين سنة والشيعة حين يقولون هناك تطابق كبير جدا بين ما موجود بالتلمود وما موجود من أفعال داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات التكفيرية التي كانت تستظل بالإسلام، وأن أسوأ قراءة للإسلام هي هذه النسخ التي أخذت من التلمود والتوراة. نعم. كلام دقيق وصحيح، ونبدأ به حتى من تبوك حتى تفصل جنابك بهذه، وأيضا نأخذ شيء من الكتاب إذا تسمح، لكن بالسلسلة سمحت الشيخ. أحبتي المشاهدين، هذا ما سمح به الوقت من هذه الحلقة الخاصة لتسليط الضوء على كتاب سماحة الشيخ أحمد سلمان عنوان الصندوق الأسود الذي غير في مصر إلى فإن محمدا قد مات. من الضروري الاطلاع على هذا الكتاب، من يريد معرفة الحقيقة، من يريد مجرد الاطلاع على فترة تاريخية مهمة لهذه الأمة، فلا بأس من قراءته ظهرا لبطن، يعني الابتعاد عن التوجهات المذهبية. وبعد ذلك ننتقل إلى سلسلة الإسرائيليات في الإرث الإسلامي، لأن الاعتقاد بأن هناك يد قد عبثت بالمعتقدات الأساسية لهذه الأمة إلى أن وصلت إلى مرحلة من الخذلان لا تطاق، وهي ترى أكثر من 2.5 مليون في غزة يتم طحنهم حرفيا بكل ما أمكن من وسائل إجرام وقتل من قبل الصهاينة، ولا تتحرك أمة المليار. فإلى هناك، دمتم في رعاية الله.